Rise and grind people. صباح الخير للعالم الجميل. يوم جديد إن شاء الله مليء بإنجازات وأشياء حلوة. اليوم أول ما صحيت من النوم جت في بالي جملة You are a reflection of your thoughts، يعني أنت حياتك انعكاس إلى طريقة تفكيرك. طبعا قلت لسومة قامت تقول إيه صحيح كلام سليم. المهم حبينا نناقشكم هالجملة. معانا سومة هنا. صباح الخير يا أختي حبيبتي. المهم قاعدين نسولف على مخكم شوية. الجملة نقدر نشرحها بطريقة إذا سألتي نفسك هل أنت سعيدة، فعقلك بيعطيك كل الأسباب والأفكار اللي تخليك سعيدة. وإذا سألتي نفسك أنت ليش مو سعيدة، فعقلك بيعطيك كل الأفكار والأسباب اللي تخليك مو سعيدة. شرحها دكتور صلاح معمار باسم التفكير الجمعي. إيش رأيك يا سومة بهالكلام؟ كلامك سليم، وأقدر أشرحها بطريقة مثلا أنت الكتاب اللي تقرأه، الموفي اللي تشوفه، أو الموسيقى، حتى الموسيقى اللي تسمعها لها. فعشان كذا أحس ضروري إن الواحد يركز على شنو يستقبل، شنو يدخل مخه، لأنه بينعكس على أفكاره. فدايما الواحد يبحث عن الكتاب اللي يطوره، عن الموفي اللي يطوره، عن الموسيقى اللي تطور. ترى في موسيقى تطور، لأن في موسيقى عن الموت وعن السكس وعن نفس الشيء. إذا صاحبنا ناس سلبية فهالشيء بينعكس بشكل سلبي علينا، بنكون ناس سلبيين. لأن مثل ما مشاعر الحب والفرح معدية، بعد المشاعر السلبية والحزن والهم ترى معدية. سومة قاعدة تقول لي عن شيء درسته بعلم النفس، إن كل شخص حوله هالة ملونة بألوان الطيف، وكل لون من هالألوان هذه لها معنى، يرمز لشيء معين. مثلا أسود كراهية وغيرة، أزرق إلى شيء، وهكذا. مثلا لو قابلت شخص وحسيت في تقارب بينكم وارتياح من أول لحظة قابلتوه، فانتوا هالتكم لما تتقابلوا تكون منسجمتين. ليش؟ لتقارب الصفات مثلا أو التفكير بينكم، وبكذا نحس براحة وانشراح مثلا تجاه الشخص اللي قابلناه أول مرة. ليش؟ زي ما قلنا بسبب الأفكار وتقارب الصفات. والله أنا أحيانا في ناس ما ارتاح، بقول فكرتي. العكس صحيح لما تكره. قولي. العكس صحيح لما تكرهي أحد، يعني بيكون طبعا ما في تقارب لا في الصفات ولا في التفكير. فالهالة مع هالتي وهالته، لأن ما في توافق، فتكون تنافر، في تضاد، في تناقض. أنا صراحة بطبق عليه مبدأ سيماهم في وجوههم. في ناس وجوهها سمحة الواحد يرتاح له، وفي ناس وجوهها أعوذ بالله. الدكتور لما كان يتكلم عن الهالة عطانا مثال، قال مثلا لما تمشي مع شخص وهالشخص يتكلم بشكل سلبي، لا تحاول تتقرب من هالته، يعني توقف بعيد عنه. أيوة، حاول تخلي سبيس بينكم مثلا متر إن شاء الله. واو. ليش؟ لأن لما تدخلي في هالته أنت بتنجذبي له وبتصيري نفسك. انترستنج، معلومة مرة حلوة. طيب شو نسوي في أمهاتنا وخالاتنا اللي دايم يتشكون تعبانين، آخر جاي لنا وطاقتهم مرة سلبية، هذول شلون نوخر عنهم؟ طرحت السؤال بعفوية، لكن سومة قالت لي ترى في طرق لتنظيف الهالة. ايش رايكم؟ بس يلا جا وقت ننظف هالاتنا. شاركينا كم نقطة سومة. ارفعي صوتك لأن يقولوا صوتك واطي. اوكي. النوافذ دائما نخليها مفتوحة عشان أشعة الشمس تدخل البيت، تعطينا طاقة. عشان كذا احنا كل يوم نطلع البلكونة ونخلي الشمس تضرب وجيهنا. المهم النقطة الثانية. الشيء الثاني امشوا حافين على الثانية قولي. امشي على الرمل حافية القدمين. أنا بنزل هنا عند المسبح بمشي حافين. لا هنا في خوص. قولي. امشي على الرمل حافية القدمين، مو بس الرمل، يعني حتى على الأحجار، الأعشاب، شيء من الطبيعة. النقطة اللي عقبها. النقطة الثالثة هذه كثير نسووها عندنا، اللي هي تسبحي بالموية البحر أو ملح البحر. أوكي. فعندنا أكبر مثال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يقرأ المعوذات ويمسح على جسمه. نايس. يعني فهذه من الأشياء اللي تغير من الهالة، ولا تحسن من الهالة، ولا تطرد الأشياء السلبية، الشحنات السلبية. نايس. يقولون بعد السجود إذا سجدتي والتمست الجبهة بالأرض، هذه أنت تفرغي شحنات سلبية. صح. أوكي، انتهينا من موضوع الهالة. نقدر نشرح الموضوع بعد من ناحية قانون الجذب، Law of Attraction. إن الشبيه يجذب الشبيه. الشيء إذا فكرت فيه واقتنعت فيه تجذبيه لحياتك. بس ما تقول بعد إنه لازم تسوي توكيدات إيجابية. التوكيدات الإيجابية تقوليها، تكتبيها، توقفي قدام المراية، تعيدي وتزيدي فيه.
أحس الموضوع باختصار إنك أنت إذا حطيتي لك هدف، حطيتي لك طموح، وفكرتي في مستقبل كبير، مستقبل مشرق، فإن بتعيشي حياتك على شلون تحققي هالشي. يعني بتكرسي أيامك وطاقتك وجهدك على كيف تحققيه. أنا هذه الطريقة اللي أشوف فيها، هذا قانون الجذب. الحظ والحظ، ايوه الحظ يلعب دور. كيف الحظ؟ لما تقولي سيحالفون الحظ او حالفني الحظ، لما نسمعها. أنا ما أؤمن بالحظ، أؤمن بالهارد وورك. على قد ما تتعبي وعلى قد ما تنعطي على عينك. الحظ يجيك ملازم مع الهارد وورك حبيبي. في فرق بين المصادفة وبين الحظ. الحظ يجي مع الكدح والعمل بالأسباب. ليش؟ عشان أنت عندك هدف تبغى توصل له، تبغى يجيك حظ. اوكي الحين فهمت، بس نشيل كلمة الحظ، لأن الواحد على قد ما يعطي الدنيا بتعطيه، على قد ما يعطي رب العالمين بيعطيه. هذه اللي أنا أفكر فيها. يعني إذا سويت الشيء اللي تحبيه فبتجذبي لك نفس الأفكار ونفس الناس، على قولتهم بتتهيأ لك اللقاءات والاجتماعات والصدف اللي تساعدك في تحقيق أهدافك. تفضلي. لما نجي نعرف صدفة، شيء صار صدفة، يعني أنت مالك يد فيه. زي لما تفوزي مثلا في مسابقة في التلفزيون، او مثلا تربحي ورقه يا نصيب، هل انت جاهدتي وهدحتي عشان توصلي وتفوزي بهالورقه؟ لا والله بقول الله يحبني. فباختصار هذا الفرق بين المصادفه والحظ. الحظ اللي دائما الناس يقولوا يا حظها اللي يشوف جا الشيء بالساهل. لا حبيبتي، تعبت. تيني بأحد كتب لي اليوم يحظك تروحي الجيم، قلت له خلقي لك جيم في البيت، وين الحظ في الموضوع؟ يعني روحي خذي لك ذنابل وبارات واشتغلي في البيت. المهم خلاص طولنا عليكم، أتمنى سالفتنا كانت خفيفة لطيفة، وشاكرين لكم حسن الاستماع. السلام عليكم. Left and then all the way North Decatur. Okay. Go all the way down. You're gonna go to like a little turnaround, a little roundabout. Roundabout. شوفوا شنو شفت، حتى وانا جايه اتمشى اضيع وقت بعيد عن الرياضه، هو التمشيه يعني رياضه. المهم شفت هاللوحه مكتوب عليها فتنس ستيشن مع هالحجر، وكاتبين ان على هالحجر تقدروا تسووا هذه التمارين: straddle down, triceps dips, cramped push up, mountain climb. ماكو عذر، وين ما كنت في اي ارض في اي مكان في اي زمان تتمرن. تمرين يا حبايبي. تقدر تشوفي العالم. What do you think؟ فن إعادة التدوير. أنا أشوف جواتي ودريل وعلب فاضية، منقاش ما أدري إيش اسمه اللي ينظفوا فيه، لمبات. والله الشغل مرتب وحلو وخفيف على العين. سوري والله ما انتبهت انه كان ان هذه رسالته. وجه ما شاء الله، ابداع والله ابداع. هذا الجو المخنز على قولة نهى نبيل اخذنا له بابس. ابي ادخل داخل الثلاجة حقتهم. Yes, in the kitchen. I don't know if you can see through that window, but that's our kitchen. Okay, so this is your own business. I mean, not mine, but yeah. نكهات البابس حقهم مرة لذيذة، بالخيار والليمون، بالجريب فروت، بالشاي. ما أدري شنو تسموه في الثقافات الأخرى. وش له أسماء ثانية؟ برد. عسكريم. صبع بلي. Oh my gosh, holy moly, amazing, good job. يلا جربي حقك. سوما أخذت لها بالكيوكمبر واللايم، أقسم بالله إنها حاجة مو طبيعية. ما أدري يمكن عشان الحر ولا وشو، but it's amazing. على جوز الهند يمي. أنا وسوما عادي ننزل 35 سنابة على برودكت، منتج واحد يعني. تعرفوا إنكم لو تسووا دعاية عند أحد يسألوكم كم سنابة تبون ننزل، أبو 20 أبو 30 أبو 40 ثانية، وكل واحدة بحسبتها.
ناطع ناطع نار وشرار. شنو بالكلمات اللي يقولوها؟ هنفوكس. منو تبي تسوق هالسيارة؟ والله شكلها يدغدغ ما ادري يضحك. سومة تقول تستحي تسوق سيارة زي كذا، ليش استحي؟ لأن أحس بدوسوني، أحس إنها السيارة لعبة. بالعكس بتطير هي في الهاي واي anyway. اقول له سومة بقوم اشتري لي واحد ثاني يخلص. تقول لي قومي جيبي لك كلينكس نظفي بوزك كلها شوكولاتة. انا ابي اعيش عند مكان كذا، اطلع من بيتي ادخل الماركت القى اشياء كل شيء لسه جاي من المزرعة وفريش. يكتب لي ويكتب لكم الجنة ان شاء الله. ربي هالالوان تبعث الطمأنينة في نفسي. سما كانت تقول لي روبي انت تسبي واجد انت تسوقي. اقول لها كل الناس يسبوا، في احد ما يسب؟ بالله عليكم علموني في احد يسوق وما يسب؟ في ناس فعلا اغبياء زي هذه اللي قدامي الحين تبي تدخل علي بدون ما تعطيني اشاره. يعني أنا أشوف إنها مسكينة خايفة أصلا مبتدئة. خايفه. ها جايبه سومة تاكل في محل ميديترينيان ماروكان. اجيبك ولا ما اجيبك؟ تجيبيني. اجيبك والله السياره اللي تجيبنا بصراحه والجي بي اس. هولي مولي، عطني من اللاب شانك، عطني من الربيان. ما شاء الله الله يزيدها من نعمه. يا جماعه في امازون واي باي يبيعوا ميزان صغير كذا بحجم كف اليد، يبي لي مثله مشان اتنقل فيه وين ما رحت اخذه معي. حاط لي رز حق 35 واحد، انا ابي 100 جرام. 100 جرام. ها يوما ما إذا قررت إني أسوي لي جيم في بيتي فهذا من الأجهزة اللي بوفرها. حق الظهر ويجي معاه كيبل. الكيبل نقدر نسوي فيه 35,000 تمرين، نستهدف الصدر، الأكتاف، التراي، الباي، كل شيء في الجسم حتى الرجل. اللي تقدر توفره في بيتها توفره، ما حتندمي.